والله علي رن عليا، مش عارف هو اتاخر ليه كده. اصبر لما ارن عليه بقى تاني شوف هو اتاخر ليه. ولا ترن ولا تتزفت يا عم احمد. فيها بس يا صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فيها مال اخوك زحلوق ماله؟ الكفيف الضرير ما بينزلش الارض، ما بيشتغلش. ما احنا اللي بنتعب ونشا فيها. صح كده؟ كلام مظبوط. شغالين بايدينا اهو واسناننا زي ما بيقولوا. صح كده؟ بنتعب ونشقى وفي الاخر الدنيا ايه؟ ملاليم فتافيت. صح كده؟ كلام مظبوط. طيب والحل؟ الحل بقى دلوقتي اقول لك انا بقى. في فكره كده في دماغي ماشي، ده لو نفعت تبقى بوم. هنقتله؟ لا مش هنقتله يا جدع، ما احنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي برضه اخونا، انت فاهم يعني ايه، مش عاوزين يبقى في وش ومشاكل. احنا نخلينا في فكره ثانيه. اقول لك على حاجه، احنا ممكن نقول له ايه في على موضوع العمليه بتاع عينه، انت عارف طبعا، انت فاهم. نقول له في دكتور جاي من بره ماشي، ونجيب له شويه ورق عن مواضيع على الارض ومواضيع على البيت والكلام ده كله ماشي، وبعد كده يبقى نوديه مثلا في حته فاضيه كده ولا حاجه ونسيبه. يعني انت قصدك ان احنا ننصب عليه؟ ايوه، ما احنا ما عندناش حاجه غير ونمضيه كده. وما نعرفوش انه مضى. كلام صحيح. صح. نقول له ان احنا ايه هنمضيك على الورق دي بتاع العمليه. ايه رايك في الموضوع ده؟ انا معاك. طيب ايه الدنيا؟ يبقى بينا نروح نجيب الورق. تمام. والعقودات كلها ماشي ونمضيه، بس كده هنحتاج شهود. عادي، انا عندي الواد علي محمد اللي هو اللي جنبينا جيراننا ده. عارف. ممكن نجيبه احنا الورق. ايوه. طب بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حلو. يا رجاله عاملين عامل ايه؟ الحمد لله. نزلت لغايه لا كنت تقعد في البيت ترتاح. انا قاعد بقى في البيت بقى يا علي، والله بقالي سنين قلت انزل الارض ابص على الارض اشم ريحه الارض، بدل ما انا قاعد كده مكبوت في البيت ليل ونهار. ما انت قاعد في البيت مستريح واحنا شغالين اهو. ربنا يديكم بالصحه. طب بقول لك في خبر هيفرحك قوي 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 قوي. خير. في دكتور جه من بلاد بره بتاع عيون اصلا يا راجل. وسالنا وهنروح بكره ان شاء الله نعمل لك التحاليل والحاجات وهنعمل لك العمليه وهتفتح. يا رب يا رب ان شاء الله. نفسي افتح يا علي. لا هتفتح ان شاء الله، احنا واثقين من الدكتور ده انه دكتور كويس وحاجه كده، حاجه كده جايه من بره، انت فاهم. جاي من بلد بره يعني هيقدر يعمل العمليه، يعني ما تقلقش ان شاء الله هترجع تفتح واحسن من الاول كمان. هنروح احنا الثلاثه بكره نعمل لك التحاليل والاشاعات اللازمه ونعمل لك العمليه. قال لنا بس جهزوا الورق وجهزوا التحاليل وجهزوا الحاجات دي وبعد علينا بكره. موجوده بس خلاص، موجوده والتحاليل موجوده، كله موجود ان شاء الله. انا هديها لعلي واخد بالك، وهو يروح يوديها للدكتور وبعد كده يرد علينا بقى اذا كانت العمليه هتنفع ولا مش هتنفع. ما هو لازم الاول للدكتور يشوف الاشاعات والتحاليل. ما هو كده احنا هنوديها له كلنا، هنروح مع بعضينا كده. هروح يا علي. لا هناخدك معانا. هقول لكم بس يا جماعه، بس اقول لكم مش هينفع اروح معاكم، لا عشان انا ما تعبكمش. هروح دلوقتي وهروح ساعه العمليه. تعبك راحه. مش هينفع. ده انت اخونا الكبير حبيبي. ده انت اخونا الكبير. ده انت اخونا. هناخدك بكره احنا الثلاثه بالورق وهنروح. انت شايل الورق فيه عشان نجيبه. الورق الاشاعات والتحاليل. أيوة. هتلاقيهم هتلاقيهم على الكومودينو اللي جنب السرير. ممكن انت تروح دلوقتي تاخدهم وتوديهم توديهم للدكتور لو الدكتور موجود دلوقتي. موجود هو هناك. خلاص خدهم ووديهم له وشوف رايه ايه وتعالى رد علينا. ماشي. وانا قاعد هنا اهو مع احمد. ماشي يا علي. ماشي. عرفت هم فين؟ ايوه في الكومودينو هناك. انا هروح اجيبه معانا. طب يلا بسرعه يا علي. ثواني بقى يا حاج كده، هقول لي بس لعلي حاجه وجاي لك. ماشي روح. يا سلام يا اولاد، معقول في دكتور واستشاري كبير وجاي من بلاد بره وبيعمل عمليات زي العمليات بتاعتي؟ يا رب يا رب يشوف الاشاعات والتحاليل بتاعتي ويقول لك ينفع. الناس بتوع بلد بره دوله بسم الله ما شاء الله عليهم ناصحين احسن من اللي هنا. يا رب يا رب يقول لي ايوه ينفع وانا اروح ويعمل لي العمليه بقى واشوف. انت عارف لو انا فتحت ان شاء الله باذن الله هوزع الارض بتاعتي على اخواتي حبايبي دول اللي شايليني بينهم سنين وشايلين الارض، هوزعها عليهم. انا اخد التلت وهم ياخدوا التلتين هما الاثنين. ايوه مش خساره فيهم، دول اخواتي لحم ودم، ما كنتش انا اديهم. يا حاج زحلوق تعالى يا احمد حبيبي تعال. علي راح يجيب بقى الاوراق هو كده من البيت كويس. وجاي ماشي وهيروح يوديها للدكتور كمان بالمره عشان انت ما تروحش. خلاص ماشي بس والله ما انا عارف اودي جمايلكم فيها يا احمد. لا يا عم جمايلنا ده انت اخونا الكبير برضه، تعالى بقى اقعد ريح كده شويه. ربنا يخليكم ليا يا رب. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. على مالك خالص. اقعد يا اخويا. على مهلك قعدت بعيد على مهلك. معلش فك الكراسي اللي كنت حاططها هنا زمان يا احمد. والله كنت حاطط هنا كنبتين
وكنت حاطط هنا كرسيين وديته الحاجات دي فيها. والله يا اخويا احنا ركناها ورا كده عشان يعني الدنيا بقى الكراسي برضه عدت عليها وقت وكده فباظت، فركناها ورا وبعدين نجيب كراسي جديده يعني وحاجات جديده. طب هات غيرها يا احمد، لا، هات غيرها عشان اعرف ابقى اقعد. لا يا عم ما تقلقش ان شاء الله خير. ماشي يا احمد. خير. تعمل ايه؟ احنا بقول لك اصبر بقى هنا عشان احنا هنطلع عند الدكتور. احنا كده ماشي احنا كده قدام قدام العمارة. الدكتور اهو. ايوه. هتصبر بس هنا هروح اديله الورق ماشي، بس هو هنا في مشكله. انت لازم تمضي عشان تبصم على منك. مسؤوليتك يعني تبصم. اه هتبصم وانا هوديله الورق ماشي، انا واحمد نحدد ميعاد للعمليه عشان تعملها النهارده. تمام. يعني انتوا كده عايزين نبصم على الورق بتاع العمليه يعني. اهو حاضر ثواني. ايوه 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 ابصم منها كمان. الورقه الثانيه ايوه ماشي. ماشي. ابصم فتاني بس خلاص. لا كفايه كده. كده تمام يعني. كفايه. طيب خليك بقى هنا كده احنا هنطلع الورق ونرجع لك تاني. دقيقه دقيقه بالظبط. وهنجي لك ما تحركش. ماشي. ما تاخروش عليا يا جماعه. مش هنتأخر عشان واقف هنا لوحدي لحسن حد يخبطني ولا حاجه. لا انت خليك واقف زي ما انت ما تتحركش، احنا هنجي ناخدك من مكان. ماشي. يلا سلام. ماشي يا رب بس متعود وانا واقف اهو مش هيلاقوه. احنا كده مضيناه كلام مظبوط. الدنيا تمام. يولع بقى يغور بعيد عننا بقى ونروح نبيع الارض بتاعتنا. بس مش كده غلط برضه يعني، المفروض ما كناش عملنا كده برضه. غلط قوي بتاع يعني. انت كان عاجبك اللي كان بيعمله فينا؟ وما كانش عاجبني بس ما ينفعش برضه. لا يا ابويا احنا معانا الارض، معانا الفلوس دي كلها واملاك. سيبه بقى هو ربنا بقى يتولى بقى، احنا مش بتاعتنا دي. هنقسمها بينه وبينك بالنص كده وهو يبقى بره. ايوه طبعا هو كده بره اللعبه خالص. ايوه بس يلا بقى عشان نمشي احنا. يلا اجري والله كده الشمس حاميه قوي وانا مش لاقي حد هنا ولا حتى سامع حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حاج واقف هنا كده لوحدك؟ والله يا ابني اخواتي طلعوا فوق بس كده عند الدكتور عشان خاطر يعني يدوا الورق بتاعي للدكتور يعني عشان يعمل لي عمليه. مفيش دكاتره هنا يا حاج، هنا انت في مكان مقطوع. ازاي يا ابني؟ مفيش دكاتره هنا يا ابني بص حلو ده بقول لك هنا في البرج اللي قدامك ده. لا مفيش حاجه، انت هنا في مكان مقطوع ومحدش بيجي هنا اصلا. يا نهار ابيض. يعني ايه تقصد ان اخواتي رموني في الشارع وسابوني، جابوني في حته مقطوعه ورموني؟ في اي مشاكل ما بينك وما بين اخواتك؟ لا يا ابني والله ما في مشاكل ولا في حاجه، ده احنا سمنا على العسل وهم اللي قالوا لي ان هم لقوا دكتور استشاري من بلاد بره وخد الورق بتاعي. علي اخويا خد الورق بتاعي والتحاليل والاشاعات وراح وراهم للدكتور، والدكتور قال له ايوه ينفع نعمل له العمليه وهتنجح ان شاء الله بنسبه 90%، وجايين النهارده عشان يطلعوا الورق للعمليه ان انا موافق على العمليه يعني وكده. بس ما نزلوش. مفيش الكلام ده خالص، انت هنا في مكان مقطوع ومفيش حد بيجي هنا خالص. ازاي الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. في اي خلافات ما بينك وما بيناتهم؟ والله ما في خلافات ولا في حاجه. ده ملابس ده اخواتي لحمه ودم. جرى بس ايه في الدنيا دي؟ والله ما عارف، مش عارف. اخواتي يرموني كده في حته مقطوعه. طب لا ولا قوه الا بالله. تعالى بس معايا يا حاج. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا ابني وانت ذنبك طب اجي معاك؟ لا يا حاج ولا اي حاجه، انت زي والدي برضه ولا اي حاجه. ماشي تعال بس نطلع من المكان المقطوع دي. حسبي الله ونعم الوكيل. يا جرى بس في الدنيا بس. حسبي الله ونعم الوكيل. معلش. المهم بقى المهم علي اخويا واحد حاسس براحه يا جدع. ماشي براحه نفسيه. احنا كده عملنا اللي علينا ماشي، والارض بقى كلها بقت ملكنا نقسمها بالنص بيني وبينك. لا مفيش حاجه اسمها ملكنا وبيني وبينك دي خالص. ازاي يعني الكلام ده؟ الارض دي ارضي. يعني انت بتضحك عليا؟ ده تنصب عليا بعد ما ضحكنا على اخوك وعملنا معاه اللي احنا عملناه ده كله ازاي كل حاجه باسمي. ده ازاي يعني؟ كل حاجه بتعرف تقرا؟ ازاي يعني كل حاجه برضه باسمي. ازاي تضحك دي عليا؟ ارض ودي حاجه. تضحك عليا ومش عايز اشوف وشك هنا ولا تحط رجلك في الارض. تضحك عليا يا علي؟ ضحكت عليا يا ابليس. انت مش عارف اقول لك ايه. ضحكت عليك زيك زي اخوك. حقي ارض اللي انا بتعب فيها وبشقى فيها. بقى احنا بعد اللي انا عمله معاك ده ونرمي اخوك في مكان فاضي ونسيبه ونمشي وناخد ارضه وفي الاخر تعمل معاه زيه كده؟ يعني ينفع؟ زيك زي انت ابليس يا جدع. انت شيطان. انتوا الاثنين مش عندي حاجه. زيك زيه ومش عايز اشوف وشك في الارض تاني ولا تحط رجلك فيها. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ماشي يا عم سامع. انا هسيبك. انا لو شفت انا هادي عليك. الارض دي انا ربنا هادي عليك وربنا هو اللي يجيب لي حقي بقى.
ماشي وانت براحتك. انا مش عارف بس يا ابني انت ذنبك يا بس. لا ولا في اي حاجه يا حاج احمد، تعالى بس انا هدخلك البيت، خش اتفضل اقعد. اقعد يا حاج، اقعد انت زي والدي برضه، مفيش اي حاجه. ربنا يخليك يا ابني، الله يخليك. ربنا يكرمك، ربنا يا ابني يوقف لك ولاد الحلال. ده انا يا ربي اخواتي يرموني في الشارع والغريب ياخدني عنده وهو اللي يحميني. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي يا حاج. لا حول هي ولا قوة الدنيا الا بالله. انا ما عملتلوش حاجة يا ابني. يا عم ولا اي حاجه، هو والله ما مش عملت عارف حاجة. بس اللي بيجرى في الدنيا والله ما عارف. مش كانوا عارف. بيزرعوا ويقلعوا في الارض وكنت بديهم اللي هم عايزينه. عايزين كذا خدوا، عايزين كذا خدوا، كل حاجة بتاعتهم. واخرتها يعملوا معاك كده. رموني في الشارع ومضوني على ورق. انا مش عارف حتى الورق اللي هم مضوني على ده. يكونوا بيبيعوني اللي ورايا واللي قدامي وخدوا الارض وخدوا املاكي بالورق ده. لا انا ان شاء الله هم ضحكوا عليك وقالوا لك هنعمل لك العمليه ووداك مكان مقطوع، انا ان شاء الله انا اتكفل لك بحق العمليه واعملها لك. لا يا ابني لا. لا. انت ذنبك يا ابني. لا ولا اي حاجه الحمد لله. يا ابني انت ما ذنبكش حاجه ولا أي وكنت حاجة. هتجيب فلوس العمليه منين؟ لا الحمد لله انا عشت الماديه مرتاح الحمد لله. يعني انت يعني بسم الله ما شاء الله يعني مستريح ماديا الحمد يعني. لله. الحمد لله احنا احسن من غيرنا. بس انا برضو ضميري مش جايبني يا ابني تعمل لي انت العمليه وتصرف لا لا ولا عليا. يهمك انت زي والدي برضه. طب خلاص ماشي اللي انت شايفه. تعرف دكتور ولا حاجه يا ابني؟ ايوه ايوه اعرف دكتور. ومصر كمان فكك من الاجانب اللي بيقولوا عليهم دوله، في المصريين بيعملوها. والله والله. وبتنجح. وبتنجح الحمد لله. يا رب بتنجح بنسبه 75%. يا رب. طب بقول لك ايه يا ابني، قول. انت من الصبح معايا وما اعرفش اسمك ايه. انا اسمي محمود. اسمك محمود. ايوه. الله 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 محمود. الله اكبر. ماشي يا محمود، ربنا يكرمك يا رب. ربنا رب. يكرمك يا محمود يا رب. ويساعدك ويوسع عليك يا ابني. امين يا رب. كل حاجه لوجه الله يا حاج. الدكتور ده يا ابني هنروح له امتى ولا ظروفه ايه؟ ان شاء الله هنروح له، هنجهز بس الورق والاشاعات وهنروح له. الاشاعات والورق ماشي. حالا نعمل الاشاعات ونشوف الدنيا. يعني الدكتور دلوقتي موجود وممكن نروح له دلوقتي نعمل موجود. إشاعة تحليل؟ موجود. طب خلاص يلا يا ابني. يلا. يلا يلا. الارض دي كلها بقت بتاعتي اخيرا. زحلوق وزحلقته وبرضه زحلقته. واحد كده بقى يشوف الخير فعلا، يشوف الخير ويشوف الارض ويشوف الفلوس والحاجات الحلوه. يا زمن، الارض دي ارضي والله العظيم الارض دي ارض. الواحد يعني فرحان. والله يا محمود مش عارف اقول لك ايه يا محمود. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك، ربنا يكرمك يا رب وربنا يوفقك والله يا محمود. لا ولا تقول اي حاجه، الحمد لله ان انت رجعت. الحمد لله. وفتحت. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. البركه في ربنا سبحانه الله وتعالى ثم فيك انت يا محمود. الحمد لله. انت اللي وقفت جنبي يا ابني وانت اللي وديتني للدكتور وخلتني عملت العمليه وفتحت تاني الحمد لله. بس انت ما الحمد لله. ولا تسيب اخواتك دول. لا خلاص بقى يا محمود منهم لله. لا لازم يلا. ترجع تاخد حقك، ارضك وانت تستاهلها. لا مش عايز منهم حاجه، يغوروا بالارض في كل حاجه وفي احسن من يعني مفيش حاجه تعوض الدم يا محمود. اللحم والدم ده مفيش حاجه تعوضه. انا جه في دماغي وهم فرطوا فيا. جه في دماغي موضوع ايه؟ اروح لهم ان انا ادم ان هم طماعين وكده، اروح لهم ان انا جاي من البنك وموديهم على ورق اقول لهم جاي لكم 5 مليون. بالنسبه ان هم طماعين هيمضوا على الورق كده انا شريت الارض. اديك انت الارض كده ارضك رجعت لي. يعني انت تقصد ان انت هتعمل ان انت موظف من البنك تمام يعني. وهتاخد ورق يعني الورق ده نقل الملكيه بتاعت الارض ليا انا، هم ما يعرفوش عنها حاجه وتمضيهم هم على الورق ده على اساس ان هم طلعوا لهم 5 مليون جنيه والمفروض يمضوا عليه هم الاثنين يعني. ايوه صح؟ بالنسبه ان هم طماعين فيعملوا فيها غصب عنهم. صح كده يمضوا على طول وانت طبعا هتاخدهم بتلهوجه كده. أيوة. وتمضيهم كده على طول. اقول لهم جاي لكم من البنك وجاي لكم 5 مليون ولازم تمضوا على الورق دي. بالنسبه ان هم طماعين هيمضوا على الورق وكده الارض رجعت لي. صح فكره برضه، فكره الله ينور عليك يا محمود وكده الارض ترجع لي تاني. كده الارض رجعت لي والحمد لله حقك رجع. صح كده. خلاص ماشي يا محمود. هتروح امتى؟ هروح لهم كمان شويه كده 10 دقايق بالظبط. خلاص ماشي روح لهم يا محمود وربنا يبارك فيك يا حبيبي وربنا يوفقك ان شاء الله. ماشي يا محمود. يا رب. يعمل لي العمليه ويصرف عليا ويقعدني عنده
وكمان يفكر ازاي يرجع لي ارضي. ربنا يكرمك يا محمود، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله ان احنا وصلنا معايا ده كله كده كويس، الحمد لله. انما اخواتي حسبي الله ونعم الوكيل. لما يجي لي بس لما يرجع لي حقي، لما يرجع لي حقي يحلها ربنا. ماشي يا اخواتي، ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم واللي عملته فيا. لولا محمود ده كنت عملت ايه دلوقتي؟ كان زمان دلوقتي ميت، ولا كان جرى لي حاجه دلوقتي. يهون عليكم اخوكم الكبير، يهون عليكم اخوكم الكبير تعملوا فيه كده. اخس، اخس يا اخواتي، اخس، اخس. على رمضان بقى وانا مستنيه تحت البيت كده. الو يا رمضان، فينك؟ مستنيك تحت البيت، عايزك في مصلحة ضرورية كده. في الحمام؟ طب ماشي، انا مستنيك لما تنزل. ماشي، سلام. انا يا عم رمضان، كنت دلوقتي عايز في زحلوق واخواته واكلين حقه وكان كفيف، وقال له هنعمل لك عملية وضحكوا عليا، وانا الحمد لله عملت له العملية وعايزين نرجع له حقه. هم خدوا منه الارض. انت هتاخد الورق اكنك رايح لهم البنك، هتمضيهم على الورق تقول لهم جاي لكم 5 مليون جنيه. هم هيمضوا بالنسبه ان هم طماعين، هيمضوا على الورق وكده الارض هترجع له. وكده احنا خلصنا وجبنا حق الراجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه فين الله. يا علي؟ انت علي؟ امرني، انا علي. معاك موظف من البنك وطلع لكم 5 مليون جنيه 5 مليون جنيه. انت واخواتك، فمحتاجينكم تمضوا على الورق ده. طب هو دلوقتي يعني في مشكله صغيره كده، اخواتي مسافرين وبتاع وهمدانه يعني. ما ينفعش، لازم يكون انتوا الثلاثه عشان تمضوا على الورق. هدي لك مليون ماشي الدنيا، اخواتي مسافرين. مليون ايه؟ مش هينفع الكلام ده، لازم انتوا الثلاثه تمضوا على الورق. طب مليون ونص بقول لك مسافرين وبره مصر، حرام. طب امضينا على الورق بس انا هخلص لك الدنيا. بصار انا داير لحظه معايا، انا بصار. طلع البص ماشي. شيل شويه يا انت شكرا. دلوقتي استلم الفلوس دي امتى ولا ازاي؟ انا هخلص وهاجي لك تاني، هخلص الورق واجي لك. تمام ماشي، مفيش ماشي. مشاكل. انا موجود هنا يعني واتشرفت بحضرتك، حبيبي، وهدي لك حبيبي. نسبتك برضه يعني. حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب يا محمود ربنا يكرمك يا ابني وتعرف تجيب لي فعلا حقي. واد كويس، واد محترم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا محمود. يا حبيبي، والله الحمد لله نحمد ربنا، الحمد لله. انا دلوقتي بخصوص الورق، انا وديت رمضان عمل نفسه ان هو من البنك ومضاهم على الورق ومسافه السكه وجاي علينا. يعني هو قال لك ان هو مضام خلاص يعني؟ خلاص وبصم وكل حاجه خلصت. طب كويس، والله ربنا يخليك يا محمود، ربنا يخليك، مش مسافة مشكله. السكه وجاي علينا رمضان. ماشي يا رب يا مسهل. يعني رمضان قال لك ان هو جاي دلوقتي في الطريق؟ جاي في الطريق. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا يا رمضان. لا. ازيك يا استاذ رمضان، عامل ايه؟ الحمد لله يا عم، ده حالك. عملت ايه؟ خلصت انا الورق ومضيت عليه. ورق اهو يا عم زحمه، ورق خلص اهو. يا سلام. رمضان هيخلص الورق. مضيت انا على الورق كله. يعني كده ارضي رجعت لي واملاكي رجعت لي تاني؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله، نظري رجع لي تاني وارضي واملاكي رجعوا لي تاني. الحمد لله. رمضان يا ابني انا مش هسيبك، ليك مكافاه عندي كبيره قوي، وانت برضه يا محمود مهما كافئتك مش هقدر ارد جمايلك يا لا محمود ولا اي عليا. حاجه يا عم زحلوق، ولا اي حاجه، انت زي والدي برضه ومفيش اي حاجه. ربنا يخليك يا واحنا ابني. الحمد لله دم الخير معانا نوزع على الكل. ربنا يخليك يا محمود. ادينا حاجه. لا ان شاء الله باذن الله هكافئكم مكافاه كبيره قوي، ان شاء الله. وانتم تستاهلوا الدنيا ان شاء كلها. الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله يا رب على كل حال يا رب. متشكر جدا يا رمضان، متشكر جدا يا محمود. ولا اي حاجه يا عم زحلوق. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. حق ارجع لي. انا بقى هعرف اصرف على اخواتي كويس قوي، وهعرف اعلمهم بالادب كويس قوي. ما تسيبش حقك يا عم زحلوق. لا خلاص، قسوا عليك. انا هعرف اتصرف. طيب استاذنكم انا بقى يا جماعه، ماشي يا عم زحلوق. بعد اذنكم. يا محمد انا الفلوس جات الحمد لله، الفلوس جايه في الطريق ومعانا الارض حاجه فل الفل. عايزين نعمل بقى اي مصلحه كده ولا مشروع ولا اي حاجه يعني. مفيش مشاكل، هعدي عليك بالليل ونشوف احنا نفكر في المشروع ده ازاي. ماشي، سلام. ازيك يا علي بيه؟ زحلوق. ايوه زحلوق يا علي. انت فتحت؟ فتحت يا علي ورجعت تاني يا علي. اخوك اللي رميته في الشارع، اخوك الكبير اللي ما وقرتوش ورميته في الشارع، انت اخوك احمد رجع لك تاني.
قال لي رجعك تاني. قال لي رجعني تاني. جاي تعمل ايه؟ طبعا، ما انت كوشت على كل حاجه. تعب وشقايه وحقي. تعبك وشاك انت. ايوه تعب وشقايه وحقي. انت ليك تعب وشاه. انت مش ياما سهرت عند الارض دي وفي الارض دي واشتغلت فيها بايديا. كنت بديك حقك انت واخوك يا علي. انت ناسي؟ عمرك طلبت مني حاجه وانا قلت لك لا؟ تديني ملاليم وتقول لي حقك. يا سلام، ده انا كنت ناوي يا راجل اديك التلت واخوك التلت التاني وانا اخد التلت، بس بعد ما اعمل العمليه اللي قلت لي عليها وفرحتوني بيها، وقلت اول ما هفتح ان شاء الله هدي الارض، هدي تلت لاخويا وتلت لاخويا التاني وتلت ليا، وكنت فرحان. تقوموا ترموني في الشارع وتاخدوا كل املاكي وكل حاجتي كده. يا اخي حرام عليك يا اخي. عامه ربك سبحانه الله وتعالى لما المرصاد حق ارجع لي تاني. الورق ده اللي انت مضيت عليه اللي بتاع البنك فاكره؟ حقي. ازاي؟ انت عملت كده ازاي؟ عملت كده ازاي؟ شفت موظف البنك اللي جالك؟ مفيش فلوس يا علي، انت طماع، رحت بعاملك باسلوبك اللي هو بتاع الطمع، بعت لك موظف من البنك ولكن انتوا كسبتوا 5 مليون جنيه من البنك وانتوا لا كسبتوا ولا حاجه. يعني كل ده كان منك انت؟ تمثيليه عشان ارجع حقي تاني يا علي. وما انت فكرك ايه؟ انت اللي ناصح بس؟ انت اللي ذكي بس؟ طب هات كده الورق ده كده. اوعى ما اشوفش ورقه، ما اشوفش حاجه تاني، ودلوقتي مش عايز اشوف وشك خالص. بره، يلا الارض كلها دي رجعت لي تاني. يلا اطلع بره، اطلع مش عايز اشوف وشك. يلا امشي. واحد انا صعبان عليا وانا بعمل فيه كده وغصب عني، لكن اللي عمله فيا مش قليل لا هو ولا اخوه. ودي رساله لكل واحد طماع. ما تطمحش، ما تطمحش وارضى باللي ربنا عطاهولك، لان هيجي لك. يعني انا كنت هدي لهم حقوقهم هم الاثنين وهم مرتاحين، لكن هم راحوا رموني واستعجلوا على رزقهم مع انهم كانوا هياخدوه بالحلال. سبحان الله. يا ريت يا جماعه ما حدش يطمع في ايد اللي في غيره ولا في ايد اللي منه، ويرضى باللي ربنا كتبه له وقسمه له. دي رساله الحلقه بتاعتنا النهارده. الطمع يا ريت ما تطمحش، ما تستعجلش على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. هتخف وهيشفيك لو ربنا رايد، لو مش رايد ارضى بقضائه لانه ربنا عايز كده. دي الحاجه الاخرانيه بقى، بطلب من كل حبايبي واصدقائي ان احنا ندخل على القناه، نضغط على اشتراك، وبعد كده نضغط على الجرس عشان كل الحلقات الجديده توصل لنا، ولايك وشير للقناه، ولو في تعليق ما فيش مشاكل.